إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع. السيد رئيس الجمعية ومن خلالكم الأطر ديال الجمعية، وكذلك السيد رئيس نائب رئيس المجلس البلدي، الإخوان والأخوات الحضور، وخاصة ممثلي وسائل الإعلام. أنا الصفة ديالي ماشي صفة إعلامية، يعني أولا صفة مهتم بالمجال السينمائي والفني والجمعوي بطبيعة الحال، ومتتبع لهذا المكون الأساسي من المشهد الثقافي يعني ديال المدينة، بالإضافة إلى الصفة الجماعية، مستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت. في البداية لابد ما نعبر على واحد يعني التقدير الكبير للجمعية على هذه المغامرة، كنسميها مغامرة اللي نجحت فيها بالنسبة ليا بواحد الدرجة كبيرة. يعني تنقول لكم انه يعني كتحفروا في الحجر، يعني بالاظافر ديالكم ورسمتوا يعني وكرافيتوا يعني هاد الايقونه من الايقونات دابا ديال المشهد الثقافي ديال المدينه. فما يمكنش نهضروا على السينما في تيزنيت ما نهضروش على الجمعيه ديال يعني تيزنيت للسينما والمهرجان ديالها، كما المهرجان الاخر ديال الفيلم القصير. هادو هما يعني الملامح ديال السينما في المدينه، بالاضافه الى الانتاجات اللي كانت. لان لابد ما عرفانا من الساكنه ديال المدينه ويعني يعني جميع المكونات لابد من ان هذه الحسنه هذه وفضل التاسيس وفضل الجهد الكبير. ومن هنا تنقول ان المهرجان ديال السينما للجميع تنقول انه شهد واحد التطور ديال العكسي للمنطق في نظري انا، اللي هو انه جميع المهرجانات اللي كنشوفوها تيكونوا المكونات كيحتضنوها ملي يلاه كتولد، بحال المولود اللي كيتولد ومن بعد ملي كيشتد العود ديالو كيكبر تيخليوه لان كيمشي. دابا حنا العكس، هو نهار تولد هذا المولود كانت الجمعيه بوحدها هزه، ويعني الافراد ديال المكتب ديال الجمعيه ناضلوا، يعني كانوا كيناضلوا ماشي غير كانوا كيديروا عمل كذا، وانما ناضلوا باش وقفوا هذا المشروع. وشفناه في الدوره الاولى والدوره الثانيه وكذا، حتى ولات المكونات ديال المدينه كتهضر على انه راه واحد المهرجان راه كيستضيف فنانه دوليين وكيستضيف كذا، وتشاف واحد المنظر ديال البساط الاحمر وداكشي اللي كنشوفوا غير في التلفازه وفي مجموعه من كذا. اذا هذا الامر هذا ما يمكنش نبخسوه الاخوان اللي وقفوا عليه كذا. وبالتالي الان ملي كاين الاقبال على الدعم والاحتضان وربما عرض الاتفاقيه ديال الشراكه وما الى ذلك، هذا ما كنعتبروش انا تفضل على الجمعيه، وانما اداء الواجب. ماشي غير المجلس البلدي والمجلس الاقليمي خص يديروا، بل انه اي واحد من اي موقع قاد يعطي، فنان كان او الجمعيه او لا اي، بل حتى الناس اللي يعني الافراد الذاتيين اللي عندهم قدره انهم يدعموا كما كيدعموا بعض امور اخرى، فمطلوب منهم يدعموا هذه التظاهره هذه. يعني بالنسبه لي اذا اسمحوا لي هذا غير واحد القوس باش من باب العرفان بالمساله. ما نرجع للمساله ديال بعض التساؤلات. المساله استشفينا من اولا هذا مهرجان كيشبه الساكنه ديال المدينه، يعني ماشي مهرجان اللي هذا، وبالتالي لابد ما يشبهنا في المستوى ديالنا ديال التطور ديال المدينه، ديال الحجم ديال الثقافه ديال السينما في المدينه ديالنا. وهذا اروع ما يمكن ان يكون فيه، باش ما يكونش مهرجان غريب على البيئه ديالو. غير كنختاروا تزيد باش يكون فيه هذاك المهرجان الدولي، وانما يعني تيكون تيشبه اللي هذا كينتقل لمشوار وينتقل للمدرسه وينتقل للسجن. اذا هو مهرجان حقيقي ديال تيزنيت. الى قلنا ديال تيزنيت فهو ديال تيزنيت. باش ما نطولش غنجي لبعض الموضوعات ديال المساله. هو الندوه، واش كاينه ندوه في المهرجان؟ لان الندوات ديال المهرجانات هو اهم المحطات. فعلا الافلام تتعرض، وربما كاينه افلام اللي الناس يمكن يشاهدوها ولا اللي غيشاهدوها من بعد الا كاع ما تعرضت، ولكن المحطه ديال التكوين وديال التبادل والتلاقح والتلاقي مع هاد المكونات الندوه، شي الا كاينه شنو هي التيمه ديالها، شنو هو الموضوع ديالها، وشنو هو يعني المؤطرين اللي يمكن يكونوا فيها، والتوقيت ديالها في البرنامج. يعني
الهواجس اللي سمعناها في التدخلات ديال الاخوان المنظمين بكل وضوح وبكل صراحه وبشي شويه ديال الحرقه يعني لمسناها، واش كيعني اننا امام واحد الدوره الخامسه اللي منتظره انها تنزل على المستوى الجوده في التنظيم وفي الاخراج الفني ولا المظهري ديال هذا، وربما حتى من حيث المشاركين. وهذا اذا على المستوى الى كان منتظر، ف يعني نعرفوا يعني علاش من مستويات منتظر يعني هذا التقديس، ولا او الى كان تقدم مزيان اننا نسمعوه. الرعايه الملكيه اللي كانت في الدوره الرابعه، شنو زاد لهذا المهرجان؟ واش كاينه في الدوره الخامسه ولا ما كايناش؟ ربما حسب الوثائق اللي كتبها او البلاغ ما كايناش، ولكن كانت في الرابعه. شنو زاد هذيك الرابعه بعدا؟ يعني ملي كنقولوا واش كان دعم مادي، واش فتحات علاقات، وبالتالي علاش ما تستمرتش هذيك الرعايه اللي كانت في الدوره الرابعه؟ شنو اللي خلات للدوره الخامسه؟ البعد الدولي، هذه واخا فكره. هو دابا المهرجان راه في الدوره الخامسه ديالته راه باين الملامح ديالته، ولكن في البعد الدولي انا تنقول سمعنا دول اوروبيه وسمعنا كذا، واكيد ان التكلفه ديال البيئه ديال اري روتور والشروط ديال الاقامه والشروط طبعا التعويضات اللي ربما بعض الفنانه في هذا البعد الدولي هذا، في مهرجان اللي البعد ديالو الاساسي هو التكوين ونشر الثقافه السينمائيه، واش ما يخلقش متاعب في ظل الازمه الاقتصاديه وكذا وقله الدعم وما الى ذلك؟ البعد الدولي علاش ما نتجهوش لافريقيا؟ علاش ما نتجهوش للجيران ديالنا الجزائر وهذا حتى نحافظوا على البعد الدولي، ولكن يعني هكا يعني باش نكونوا كنتجاوبوا مع الظروف اللي. اذا هذا باش ما نطولش.